عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بكل المتابعين. وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب. إن شاء الله تضلوا بخير، وإن شاء الله يا رب هالسنة تكون سنة خير على الجميع. اليوم إن شاء الله رح نحضر معكم طريقة عمل فتة الدجاج. يلا نشوف الطريقة ونشوف المقادير. عندي هون تقريبا نص كيلو من صدر الدجاج، رح ضيف عليهم 4 ورق من ورق الغار وسن توم، وعندي هون عصير ليمونتين ومعلقة ملح، رح أحطهم لحتى أسلقهم. عندي هون هذا الخبز العادي، رح أقطعهم، عندي تقريبا 3 رغفة من الخبز، رح أقطعهم على شكل مكعبات ورح أحطهم أقليهم بالقلاية الهوائية، وأنتوا فيكم تقلوهم بالزيت، بس هيك طبعا رح يكون صحي أكتر لأني رح أضيف عليهم أنا تقريبا معلقتين من زيت الزيتون، ورح أحطهم بالقلاية الهوائية، وفيكم تدهنوهم زيت زيتون تحطوهم بالفرن، وكمان فيكم تحطوهم بالميكروويف لحتى تحمصوهم. رح أحضر هلأ صوص الطحينة. عندي هون أنا كيلو من اللبن العادي، أي لبن متوفر عندكم فيكم تستخدموه. رح أضيف عليهم تقريبا نص كوب من الطحينة. عندي هون عصير ليمونتين، معلقة صغيرة من الملح. رح بخلط جميع هدول المكونات. رح أضيف عليهم سن توم مهروس. أنا هون عندي نقعة كاسة من الرز القصير، رز المصري. بدي أغسل الرز منيح وبدي أطبخه بمرقة الدجاج اللي سلقت فيها الدجاج. رح أضيف فوق الكاسة الرز كاسة من مرقة الدجاج. رح أضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح. بضيف عليهم تقريبا معلقة كبيرة من الزبدة، أي زبدة متوفرة عندكم، وفيكم تستبدلوها بالسمنة. كمان رح أضيف فوق صوص الطحينة كمان كاستين من مرق الدجاج، رح أضيفهم بالتدريج. بدي أخلط هلأ كل المكونات مع مرق الدجاج. هيك لازم يكون قوام الصوص، لا يكون أتقل من هيك ولا يكون مريء، لحتى يتشرب الخبز. عندي هون تقريبا 200 جرام من اللحمة الناعمة. رح أضيف عليهم معلقة صغيرة من البهار الحلبي أو 7 بهارات. رح أضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من الملح. رح أضيف عليهم تقريبا 3 معالق من زيت الزيتون. صارت هلأ عندي اللحمة جاهزة. هذا الخبز اللي حطيته بالقلاية الهوائية صار جاهز عندي. أنا هون حسيت إنه الخبز قليل عندي شوي، فحمصت رغيف تاني فوق. صار هلأ عندي الرز جاهز. رح أضيف الرز أفرده فوق الخبز. رح أضيف تقريبا نص الصوص اللي حضرته فوق الرز والخبز. عندي كمان هدول صدور الدجاج اللي حضرتهم قطعتهم بهذا الشكل، كمان رح أضيفهم فوق الرز. رح وزعهم بهذا الشكل. رح كمل هلأ باقي الصوص أضيفه فوق صدور الدجاج.
كمان نضيف اللحم اللي قليته. وأي نوع مكسرات متوفر عندكم فيكم تضيفوه فوق اللحمة. آخر شي رح زينها بالبقدونس، طبعا هذا شيء اختياري، بقدونس رح يعطيها شكل كتير حلو. هيك صارت عندي جاهزة فتة الدجاج. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو لليوم، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة وتضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل شي جديد. وأهلا وسهلا فيكم، صحتين وعافية.